فاكرين لما كنا بنتريق على العربيات الصيني؟ دلوقتي اختلف الامر تماما. العربيات الصيني اتطورت بشكل كبير جدا السنين الاخيره، لدرجه ان مبيعات تسلا نزلت 20% لاول مره السنه دي. العربيات الصيني دلوقتي بتشكل 60% من مبيعات عربيات الكهرباء في العالم. في الفيديو ده هناخد فكره سريعه عن عربيات الكهرباء الصيني اللي انتشرت في شمال اوروبا وبالتحديد السويد، وهحكي لكم كمان عن سر نجاح الصين في تطور وصناعه عربيات الكهرباء. تخيلوا من 30 سنه ما كناش نسمع حاجه عن العربيات الصيني، وفجاه دلوقتي بقت من اشهر العربيات اللي موجوده في العالم. تعال احكي لكم قصه من الاول. BYD واحدة من أول شركات المصنعة للسيارات في الصين. بدأوا بالBYD F3 اللي كانت منافس لتويوتا كارولا وبسعر أرخص وقتها، وبعدها صنعوا الهايبريد فيرجن، بس العربيات الصيني ما كانتش ناجحة والجودة كانت سيئة جدا. يمر الزمن والصين تتفوق وتفاجئ العالم كله في صناعة البطاريات وعربيات الكهرباء، والهدف من تطور عربيات الكهرباء في الصين كان بسبب العوادم اللي بتكتر في المدن الكبرى. جزء كبير من النجاح بيعود للحكومة الصيني اللي دعمت الشركات بتقريبا 29 مليار دولار ما بين 2009 و2022. غير كده كانت الحكومة بتشجع الناس ان هم يشتروا عربيات كهرباء، وكانت بتوفر ليهم مميزات خاصة. دلوقتي نص مبيعات السيارات في الصين كهرباء. جزء تاني كبير من نجاح الصين هو استولائهم على معظم المناجم اللي موجودة في العالم لاستخراج الخامات والمعادن الضرورية لصناعة البطاريات. الصين قدرت كمان تطور تكنولوجيا صناعة البطاريات بخامات أقل زي بطاريات LFP، وحاليا CATL أكبر شركة في صناعة البطاريات في العالم، ويفتحوا مصانع كتيرة في أوروبا. زي ما انتم عارفين إن جيل اشترت فولفو في سنة 2010. فولفو شركة سويدية هنا في مدينة جوتنبرج، والمكان ده يعتبر زي السيليكون فالي بتاع جيلي هنا في مدينة جوتنبرج. المكان ده اسمه يوني 3، وده مكان بيجمع شركات كتيرة جدا في مكان واحد، وفي من ضمنهم شركات زي لينكان كو وكمان زيكر. فهو ده المكان اللي اتصممت فيه عربيات زيكر وعربيات لينكان كو. فتعالوا نروح شوروم هنا في مدينة جوتنبرج وافرجكم على عربية زيكر. فإنجاز كبير جدا من الصين ما حصلش في تاريخ السيارات قبل كده. الصين دلوقتي عندها كنترول من البداية للنهاية، من أول المناجم لحد الفينش لاين في صناعة العربيات. وفي النهاية ده بيقلل من سعر عربيات الكهرباء، لأن البطاريات في عربيات الكهرباء بتشكل 40% من ثمن العربية. اللي بيميز عربيات نيو ان عندهم اكتر من 2000 محطة الواحد يقدر يغير البطارية فيهم في اقل من 5 دقايق. عربيات الصين يعني واخدة برضو بتقلد عربيات كتير. يعني العربية دي من ورا شبه البورش جدا، بصوا نفس اللمض بتاعة البورش. خلينا نشوف الشنطة من ورا عاملة ازاي. لا بصراحة الكواليتي حلوة يعني. It's beautiful outside with a mostly sunny weather and a temperature range of 12 to 18 Celsius. Have a great ride. باين هنا ان في زي فويس اسيستنت، فاول ما سمع ان انا دخلت بدأ يتكلم، فلا شيء عجيب صراحة. طبعا في النص في شاشة غير التسلا فيها بس شاشة في النص، فهنا الميزة ان الواحد يقدر يشوف سرعته من غير ما عينه تبعد عن الطريق. عندنا النافيجيشن سيستم هنا، الخريطة عاملة ازاي، تحكم في التكييف. فالديزاين هنا بسيط جدا، الشاشتين، وهنا في سنسور تشوف لو انت مثلا فايق وانت سايق ولا لا. سقف بانوراما هنا. عندنا هنا الكومبارتمنت. العربية نورة خاصة بالبانوراميك روف ده، تحفة بصراحة. واحلى حاجة في عربية الكهرباء ان مفيش الطنل اللي في النص ده اللي بيضايق، فممكن 3 أنفار يقعدوا هنا جنب بعض من غير اي مشاكل. دي العربية الجيب بتاعتهم 7 راكب، في كرسيين ورا زيادة، وفي هنا في كمان تلاجة للعربية الجيب دي. فلا بصراحة فخمة جدا. في هنا تاتش سكرين، تدفئة للكراسي، تكييف للكراسي، في مساج برضو ورا، فممكن نجرب المساج.
ودلوقتي عربيات الكهرباء الصيني بتشكل 60% من مبيعات عربيات الكهرباء في العالم، وده طبعا مش عاجب امريكا. فالمنافسه دلوقتي عاليه جدا، والصين بتشكل ضغط على تسلا والشركات الاوروبيه. انتوا ايه رايكم في العربيات الكهرباء الصيني؟ هل ممكن تشتروا عربيه كهرباء صيني في يوم من الايام، ولا هتستنوا وتشوفوا العربيات دي هتثبت وجودها في السوق ولا لا، ولا تفضلوا تسلا او عربيات الكهرباء الالماني؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، ولو حابين تشوفوا مقارنه ما بين مثلا تسلا وبي واي دي اكتبولي في الكومنتات ونروح نصور الفيديو.